اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة تنزلوا تشتركوا من الزرار الأحمر تحت الفيديو، تفعلوا لي زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما أنزل فيديو يوصلكوا إشعار بيه وتشوفوني. النهارده هنعمل إيه؟ النهارده هنعمل روتين خفيف كده في الأوضة يعني. الأوضة دي أنا قُلت آخر حاجة بقى أعملها عشان بس تكون يعني نضيفة وكويسة، لإن المكان ده إحنا بنقعد فيه على طول، ف24 ساعة بانضّف فيه وباروّق فيه يعني. قُلت بقى آجي أعمل إيه، هاشيل بقى الفرش اللي هنا خالص، كل اللي على السرير، وهاغيّر بقى الدفاية اللي على السرير وكده، وهافرش فرش جديد، وكان كمان في شوية هدوم كده هاطبّقها واحطها في الدولاب تاني. يعني هنضبّط الدنيا كده يعني. ده كان الروتين دوّة يعني أنا لسه يعني كنت عاملاه لكم من ساعة، النهارده الجمعة، ده كان الروتين بس ده بالليل مش الصبح. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله هنصحى بقى الصبح هاكون أنا عند ماما هاسافر بكرة بإذن الله، فحبيت أنزّل لكم فيديو النهارده كده لإني مش عارفة يعني هاعرف أصوّر هناك، هانزّل فيديوهات. هاقعد كام يوم، فلو غِبت بقى يعني يبقوا اسألوا عليَّ هاكون عند ماما، مش عارفة لسه ظروفي يعني. المهم إن شاء الله بإذن الله الفيديو ده هينزل لكم ممكن النهارده أو ممكن على الصبح يعني يوم السبت أو ممكن النهارده يعني حسب بقى أمّا الإيه، يعني حسب ما النت المؤدّب بتاعي كده يعني إيه، يبقى مضبوط، لإن بصراحة بيعذّبني جدًا في تحميل الفيديوهات وكده. المهم هاعمل إيه، زي ما أنتم شايفين هاشيل بقى الفرش اللي على السرير كلّه وهاغيّره، وهافرش فرش جديد عشان الحتّة بقى تبقى نضيفة كده ومترتبة وكويسة يعني، زي ما قُلت لكم عشان لمّا أسيب البيت نضيف وشكله حلو ومترتب وكويس، يا عالِم هارجع ألاقيه كده والّا إيه اللي هيحصل فيه، بس إن شاء الله بإذن الله ما هو جوزي أصلًا طول الوقت مش في البيت، يعني على طول مش في البيت في الشغل وكده، فالبيت هيكون متروّق يعني إن شاء الله يعني حاجات بسيطة، حاجات بسيطة بإذن الله. المهم الأستاذ زين ما كانش سايبني في حالي خالص، خالص، إن أنا أعمل فيديو يعني وهو صاحي ما باعرفش، لا أعرف أسجّل ولا أعرف أصوّر ولا أعرف أعمل أي حاجة خالص وهو صاحي، هو بيساعدني. هنا هاشيل بقى الدفاية وهاحط دفاية تانية. بُصّوا حبايب قلبي كل الدفايات اللي أنا باحطها وليها أكياس مخدات وحاجات من دي، الحاجات دي يعني مش جاية كده، هي بتبقى كبيرة مثلًا وأنا باضبّطها، يعني أنا باودّيها لحد يضبّطها لي، زي الدفايات اللي أنا وريتهم لكم كده، أنا هاضبّطهم يعني هاودّيهم لحد يضبّطهم لي ويعمل لهم كيس مخدات وكده عشان يبقى السرير ده صغير والدفاية تبقى مضبوطة عليه ما تبقاش كبيرة أوي. وزي ما أنتم عارفين يعني أنا ما باحبش الألوان كتير، يعني ما باحبش أحط الدفاية وأحط لها كيس مخدة من نوع تاني أو من شكل تاني، ما باحبش أحط مثلًا اللحاف أو البطانية أو ما أعرفش على السرير ما تكونش شبه الحاجة اللي هي مفروشة على السرير، أنا ما باحبش كده، ما باحبش كتر الألوان واللخبطة والحاجات دي. فكل دفاية بتبقى عندي باعمل لها اللي هي المخدات دي، لو ما عنديش مخدات ليها أو هي الدفاية تبقى يعني جاية من غير مخدات وكده، أنا باعمل لها المخدات بتاعتها. هنا كده نفّضت السرير وشِلت بس برضه الدفاية القديمة وهافرش دي أنا أول مرّة أفرشها، هي مش أول مرّة أفرشها يعني أنا هي عندي من زمان، بس أنا أول مرّة أفرشها على السرير ده يعني. زي ما أنتم شايفين كده يا حلوين، هافرش بقى إيه سراير السرير كده وهاضبّطه، والله العظيم هو ما فيش حد بيعرف يعمل ستاير، ييجي يفك لي الستاير اللي فوق دي ويركّب لي الستاير التانية، بصراحة والله العظيم ما لاقية أي حد ييجي يعملها لي خالص. يعني كل ما نقول لحد ماشي بُكرة في بعده وبُكرة في بعده وكده، فأنا مش حابة شكل الأوضة من غير يعني من غير الستاير الجديدة، وحتى الستاير دي هي موجودة عندي، يعني الستاير البلتكنات والكلام من دوّة موجودة، بس أنا مش حابة لونها يعني لو أنتم خدتوا بالكم يعني لو جات الكاميرا عليها والّا كده، الستارة لونها موف في رصاصي، كانت الأوضة دي كانت أوضة living كده صغيرة، كان فيها رُكنة رصاصي رصاصي في موف، فأنا كنت عاملة الستاير دي وحتى كان في هنا برضه سجادة نفس الألوان والكلام من دوّة، بس لمّا أنا يعني استغنيت عنها
ما بقِتش موجودة عندي، وقُلت إن أنا أستغل الأوضة في حاجة تانية، يعني بدل ما أوضة إحنا بنقعد فيها وكده، ما إحنا ممكن برضه نقعد فيها بس نستغلّها لو جالنا ضيف بتاع، وكمان نفرشها تبقى أوضة فيها يعني سرير وفيها دولاب وكده. هتنفعنا فيما بعد يعني، وحاليًا هتنفعنا يعني هي حاليًا نافعانا بصراحة، وإن جالنا ضيف، إن جات لي أختي، مامتي، بابايا، ما أعرفش إيه، أي حد يلاقي مكان يعني ينام فيه وكده، لإن الشقة عندي يعني هو كانوا 3 أوض بس، والأوضة دي إحنا يعني كنا حاطين فيها رُكنة وكده، فبنستغلها إن إحنا نقعد فيها بس، فما كانش ليها لازمة غير لكده. يعني جات الفكرة من هنا إن إحنا يعني ما دام هي أوضة موجودة عندنا في البيت، ما هو إحنا ممكن نقعد فيها عادي برضه، الأوضة واسعة مش ضيّقة على فكرة، وممكن نستغلها إن إحنا يعني إيه، نحط فيها سرير وكده وهتنفع. المهم هنا عملت فيها إيه، أنا بُصّوا بقى من النوع اللي هو إيه، اللي كل 5 دقايق هتلاقوا في تغييرات، هتلاقوا كل لحظة هتلاقوا في تغيير. كانت أنا كنت الترابيزة دي كنت شايلاها من هنا خالص، وكنت بصراحة حاطاها في البلكونة بتاعة الأوضة، بس يعني قُلت لأ صعبت عليَّ شكلها اتبهدل واتبهدلت أوي، وهي كان شكلها هنا وشيك وجديدة على فكرة، وكان شكلها في الأوضة كان كويس، المهم جبتها ومسحتها ورجعتها مكانها تاني. شكلها حلو تحت الشاشة، ويعني برضه بتحطّي عليها ريموتات، بتحطّي عليها أي حاجة فوزة بتاع، بتغيّر الشكل يعني. فأنا من النوعية دي اللي هو عايزة كل 5 دقايق حاجة جديدة، يعني حاجة جديدة أي حاجة، مش لازم يا جماعة إن أنا أشتري حاجات وبتاع، لأ هو التغيير بيبقى مثلًا شِلتِ سجادة حطيتيها مكانها سجادة جديدة، ملاية حطيتيها جديدة، وَرْد. أي حاجة بتعمل تغيير وبتعمل راحة كده وبتعمل تغيير في نفسيتِك وتغيير في البيت وتغيير في كل حاجة. إحنا كستات بيوت إحنا بنحب كده، يعني إحنا بنحب كل شوية نغيّر في البيت عشان إحنا ذات نفسنا نبقى مرتاحين نفسيًا، لإن إحنا قاعدين 24 ساعة في البيت، إحنا لا بنروح ولا بنيجي، فهو ده بالنسبة لنا يعني حاجة ما فيش زيّها في الدنيا، إن أنتِ تغيّري حاجة في البيت ده بالنسبة لسِت البيت دي حاجة كبيرة جدًا، إن كانت ستارة، إن كانت سجادة. كانت دفاية، إن كانت أي حاجة، باقول لكم لو وردة بس يعني هتشيليها من مكان تحطيها في مكان تاني، هتعمل لِك تغيير. أنا يعني هاتكلم على نفسي، بس يعني مليون في المِيّة إن كل الستات كده زيي، كلّهم بيحبوا التغيير وبيحبوا التجديد وبيحبوا إن هُم اليوم بتاعهم يعدّي كده بحاجات يعني جديدة، يعني يعني عشان نحس إن إحنا يعني إيه، يعني النفسية مرتاحة كده وغيّرنا شوية من الmood. هنا عملت إيه، جِبت كده بقى كان الجلانس خلص من عندي اللي هو بتاع ال الفرش وكده، فأنا جِبت مش عارفة النوع ده اسمه إيه يعني، بس هو كل الأساس الخشبية والجلود والكلام من دوّة، فكان موجود عندي، أنا ما كنتش باستخدمه كتير بصراحة. فجِبته كده قُلت بقى هنلمّع بقى الكومود وألمّع السرير وهالمّع الدولاب، أنتم متعودين معايا كل ما باعمل معاكم الأوضة، أنا باعمل كده في الأوضة دي، لإن الأوضة دي زي ما قُلت لكم دي الأوضة الوحيدة اللي إحنا بنقعد فيها، يعني الولاد إيدهم بتبصّم على الحيط، على الفرش، على المراية، أي حاجة، فلازم كل شوية يعني إن أنتِ تلمّعي وتنضّفي وتمسحي وتطهّري والكلام من دوّة، عشان معاكِ أطفال وكده. هنا دي اللي أنا باقول لكم عليها. شوفوا كانت متبهدلة بصراحة، اتمرمطت، اتبهدلت خالص في البلكونة، وكل ما أدخل البلكونة بصراحة بتصعب عليَّ، فقُلت لأ يعني هاجيبها وأحطها مكانها تاني، وكده، كده أصلًا المكان واسع، يعني مكان واسع، فمش هتضيّق لي ولا هتعمل لي مشكلة يعني. هنا كده التليفون فصل وأنا باصوّر لكم المقطع ده وما خدتش بالي خالص إلا بعد ما خلّصت أخدت بالي إن التليفون فصل أصلًا وأنا كنت باصوّر. المهم كده بقى أنا مسحتها وخلّصتها، وهنا جيت بقى على الدولاب هو كمان هالمّعه. لو خدتوا بالكم إن المراية دي أنا بصراحة أكبر غلطة عملتها المراية دي، صعبة، صعبة وبتعصّبني جدًا، وكل 5 دقايق عايزة تتمسح وتتلمّع وبتاع، وأنا من النوع لمّا بالاقي حاجة أنا عندي بُصّوا يا جماعة والله العظيم فعلًا حاسة إن أنا عندي وسواس قهري، أي حاجة باشوفها متبسطمة، متبهدلة، ما أعرفش إيه، ما باعرفش أقعد إلا لازم أنضّفها. فده تعب أصلًا، تعب أقسم بالله، بس هاعمل إيه؟ المهم باقول لكم أنا فعلًا بامسك المراية دي بالمّعها 3000 مرّة في اليوم،
عشان الولاد بتقعد هنا زي ما قُلت لكم بيبهدلوا، اللي بيبقى ماسك شوكولاتة، بيبقى ماسك كيس شيبسي، اللي بيبقى ياكل أي حاجة وإيده تبصّم بقى ويقعدوا يلعبوا. ف وعندي ابني الكبير مجنون تيك توك، مجنون، يفضل قاعد في الأوضة هنا قدّام المراية وحاطط الحامل والتليفون وقاعد بيصوّر في نَفْسه، يعني ما أعرفش إيه قصة التيك توك عنده دي بصراحة. آآ زي ما أنتم شايفين كده هامسكها بقى أنضّفها، أنا بصراحة ما باقتنعش بقى في تنضيف المرايات ده، لا تقولي لي بقى فوطة ولا تقولي لي جرايد ولا أنا ما باعرفش بصراحة، ما باقتنعش أبدًا إلا بالمناديل، بصراحة هي اللي بتجيب معايا النتيجة في الموضوع ده، بالذات في المرايات يعني، ممكن الخشب أنتِ تمسحيه بأي حاجة يعني بفوطة عندِك بتاع ممكن تمسحيه ما فيش مشكلة، أمّا المراية أنا ما باقتنعش إلا بالمناديل، وأنا عندي ممكن أخلّص 5000 علبة مناديل في اليوم بسبب المراية دي، فباقول لكم إن أنا كرهتها والله، كرهتها فعلًا، أو يعني أهدى شوية بعيد عنها يعني، عشان مش كل أمّا ييجي عليها حاجة أمسك بقى أقعد ألمّع وأقعد أنضّف وبتاع. بُصّوا المناديل بتدّيها نتيجة حلوة أوي، أوي، أوي فعلًا، بتخلّيها حلوة أوي، ما باقتنعش بصراحة غير بالمناديل فيها. هنا كده بعد ما الأرض بقى نشفت، هاروح أجيب السجادة السجاد بتاعي أنتم متعودين معايا إن أنا أكنس معاكم السجاد وبعدين باشيله، أمّا السجادة دي الشاك اللي أنا مرمطاها معايا جايباها أوضة النوم شايلاها من أوضة النوم، جايباها الأوضة هنا حاطاها في الأوضة هنا، مرمطاها ممرمطاها معانا يعني، بس أنا لمّا جِبت الترابيزة حطيتها هنا السجادة اللي كانت هنا كانت كبيرة أوي وتحت الترابيزة، فهتتعبني إن أنا كل شوية لمّا آجي أكنس والّا آجي أنضّف وأمسح تحتها، إن أنا أشيل بقى الترابيزة وأحطها مكانها تاني، فهيبقى تعب فاهمين؟ فهو فكرة إن أنا السجادة دي صغيّرة كده كتكوتة كده في النُص، يعني آجي أشيلها أنفّضها وبعدين أمسح تحتها وبعدين أفرشها تاني، فبالنسبة لي هتبقى سهلة. بُصّوا، وأهو تغيير بسيط خالص في الأوضة، اللي هو أنا حطيت الترابيزة ففرقت معايا شوية في التغيير فاهمين، ووردية بقى وبتاع وإن شاء الله بإذن الله الستاير كمان لمّا تركب في الأوضة، الأوضة يعني هتنوّر وملامحها هتزيد أكتر بإذن الله. يا رب بس ادعوا لي ألاقي حد ييجي يركّب لي الستاير. زي ما أنتم شايفين كده أهو الأوضة بقت نوّرت وبقت زي الفل أهو، يا رب بس نسيبها نضيفة كده، يا رب نسيبها بس نضيفة. لو وصلتوا بقى معايا لآخر الفيديو ما تنسوش تحطّوا لي لايك وكومنت حلوة كده عشان يشجعني إن شاء الله إني أكمّل في القناة، وتشتركوا في القناة، أهم حاجة اشتركوا في القناة يعني، وشيّروا لي الفيديو عند أصحابكم، عند قرايبكم، عند أي حد يا جماعة يعني، عشان بقى يعني إيه نزداد أكتر وأكتر كده، وأحب إني أنا أقدّم لكم فيديوهات أكتر وأكتر بإذن الله، ويالّا مع ألف سلامة، باي.